المشرحة مكان غامض جواه أسرار وحكايات مرعبة وقصص مخيفة محدش يقدر يتحملها. تعالوا ندخل فيها ونفتح باب الرعب والخوف للأسرار اللي فيها ونعرف إيه اللي حصل، مع حكاية غريبة ومثيرة ولحظات مرعبة هيمر بيها صاحب الحكاية اللي بيحكيها لنا. كل ده هيكون معانا النهاردة في أحداث مرعبة جدا وقصص رعب وسهرة مخيفة وحكايات مرعبة في قناتكم جرعة أدرينالين. معكم معتز محسن، يلا نبدأ يا مرعبين. الدكتور حامد دكتور المشرحة اللي بقاله أكتر من 20 سنة شغال في المجال ده حابب يشارك حكايته معانا وطلب مني إن أنا أحكيها، طبعا مع تغيير الاسم. أنا كنت في نبطشية للعادي زي أي مرة، وللأسف المساعد بتاعي في اليوم ده جاله مكالمة إن مراته الحامل تعبت ولازم تولد بسرعة، واضطر يمشي وكملت الليلة لوحدي. وصل المشرحة في اليوم ده 4 جثث، أم و3 أبناء، ولد وبنت وطفل رضيع. بدأت أسجل ملاحظاتي على الجثث اللي جت زي أي إجراء روتيني عادي. كل الجثث كانت متغطية كالعادة. بدأت بالجثة الأولى للأم. أول ما كشفت الغطا عنها المنظر كان غريب ومرعب. ملامح الجثة باين عليها آثار الخنق، كانت فاتحة عينيها بشكل مرعب ومخيف، مع وجود ملاية حوالين رقبتها وبقايا أسمنت على جسمها. بدأت أشيل الهدوم من عليها عشان تظهر مفاجآت أكتر. الجسم عليه وشم وعلامات وطلاسم مرعبة، ده غير جدول فيه أرقام غير مرتبة على الظهر. الجثة ملامحها مرعبة لأي شخص عادي، بس بالنسبة لي أنا شفت اللي أكتر من كده، وخصوصا إن الجثة عليها علامات تعفن. عدلت وضع الجثة على سرير التشريح وبدأت أجهز نفسي للشغل. طبعا لفيت علشان أبدأ أجيب المشرط وأجيب العدة اللي أنا هستخدمها في عملية التشريح من ترابيزة الأدوات، ولبست الجوانتي بتاعي. حسيت بحركة ورايا، لفيت علشان ألاقي دراع الجثة واقع جنبها، وطبعا ده كان مستحيل على جثة بدأت تتخشب وتتحلل كمان، وعدى عليها أكتر من 10 ساعات متوفية. عدلت وضع الجثة ولفيت تاني عشان أجهز نفسي وأبدأ أجيب العدة بتاعتي. حسيت بحركة تاني بتحصل على السرير، وألاقي دراعها التاني برضه يتحرك ويقع جنبها. أنا قلت دي ردة فعل عادية للجسم، مديتش اهتمام للموضوع ولفيت على ترابيزة المعدات. لبست الجوانتي وجبت المشرط. رجعت للجثة تاني، لقيت منظر مستحيل يحصل، ولا العقل ولا المنطق بيقول كده. رجل الجثة مرفوعة على حاجز سرير التشريح، وكأن الجثة بتقولي مش هتمد ايدك عليا. عدلت وضع الجثة تاني وقررت ان اكمل. اغلب ردود الفعل الغير منطقية البعض بيرجعها ان القرين بيكون رافض عملية التشريح، او ان الروح لسه في حالة رفض، ودي نظريات فقط. اما في حالة الجثة دي واضح ان في حاجة رافضة اصلا عملية التشريح. طبعا بحكم شغلي مر عليا كتير من الحالات زي دي، بس الحالة دي امرها غريب، وعشان انفي اي شك واشيل اي خوف جوايا ربطت رجليها في بعض علشان ما تتحركش، وعشان لو في اي كيان موجود يعرف اني هشتغل ومش هخاف من افعاله، وخصوصا اني عندي شوية ايمان بعالم الماورائيات.
بدأت شغلي وما اديتش اهتمام. بدأت من عند سبب الوفاة، الملاية اللي مربوطة على الرقبة. بعد التشريح واضح ان الجثة ماتت مخنوقة. آثار الخنق بتدل ان اكتر من شخص عمل كده، وان علامات التعفن والتحلل اللي عليها بتقول انها متوفية من اكتر من 24 ساعة. اما الولد الكبير كان في عمر المراهقة، باين عليه علامات البلوغ. واضح برضو انه مات مخنوق برضو بسبب العلامات اللي على الرقبة وملامح الوجه، باين عليه المقاومة للخنق. اللي اغرب من كده الرموز والطلاسم اللي على جسمه والجدول اللي مرسوم على الظهر، علامات متشابهة تماما مع العلامات اللي على جثة الأم، اللي واضح إن الشخص اللي كان بيحاول يقتلها حاول يدفنها تحت صبة خرسانة. أما البنت كانت متوفية بسبب أزمة قلبية، واضح إن في حاجة كبيرة جدا كانت مخوفاها، لذلك ماتت بالسبب ده. الطفل الرضيع عمره يومين، باين عليه من الحبل السري اللي لسه مقطوع، ولكن مقطوع بعنف، واضح إنه مات بسبب الإهمال. حالات الوفاة دي عدى عليها من 24 ساعة ل 48 ساعة، وده واضح من علامات التحلل والتعفن اللي باين عليهم. كانت حاجة غريبة جدا. كتبت التقرير بتاعي وما كنتش لسه بصيت على تقرير المباحث في معاينة المكان والجثث. الصدمة اللي هزتني لما شفت التقرير واللي مكتوب فيه. التقرير بيقول زي ما أنا ما كنت متخيل في أول مرة وخدت عليه نظرة سريعة، إن الأم متوفية من 10 ساعات والأبناء في نفس الوقت. بس التقرير والمعاينة بتاعتي أنا كانوا بيقولوا حاجة تانية خالص. المعاينة اللي عملتها بتقول إنهم ميتين من 24 ساعة أو من أكتر من 24 ساعة. علامات التيبس في الجسم والتعفن اللي طالع بيقول كده. حاولت أتصل بضابط المباحث المسؤول، وخصوصا إن أعرفه معرفة شخصية، وشرح لي حاجات غريبة وفضل يماطل معايا. أنا حسيت إنه مشترك في الجريمة دي من كتر ما كان عمال يماطل معايا ومش عايز يديني رد مقنع للكلام اللي مكتوب، وقفل المكالمة معايا بشكل غريب. حسيت إن في حاجة مش صح. كانت ورديتي خلصت وخرجت من المشرحة عشان أروح، وأنا راكب العربية راجل كبير في السن، ملامحه غريبة جدا، على وشه علامات غريبة حسيتها شبه العلامات اللي على الجثث. فضل واقف يبصلي من شباك العربية، وجري مرة واحدة وكأنه اختفى وسط العربيات والشوارع. أنا كنت مستغرب من اللي حصل ده قوي. كملت طريقي وكأن في قوة خفية عايزة تمنعني إن أعرف الموضوع، أو كأن في حاجة عايزة تخوفني وتبعدني عن الموضوع ده. وصلت البيت وكنت مرهق وتعبان جدا، ولما دخلت الحمام حصلت المفاجأة الأكبر. كنت بغسل وشي عادي، وأنا ببص في المراية لما رفعت راسي عشان ألاقي نفس الراجل ده واقف ورايا في الحمام وبيبصلي. لفيت بسرعة عشان أشوفه، ما لقيتش حد ورايا. في حاجة غلط بكل المقاييس بتحصل. حسيت إن أنا متوتر جدا، وحاسس إن أنا في علامات استفهام كتير جوا راسي وأسئلة كتير محتاج لها إجابة. غيرت هدومي ونزلت تاني. رحت لصديقي ضابط المباحث اللي كان ماسك القضية دي. وصلت عنده، وأول ما دخلت المكتب كان مستغرب جدا إنه شافني، واللي خلاني مرعوب أكتر لما سألني أنا كنت فين. قلت له أنا كلمتك النهاردة ومش فاهم منك أي حاجة من الكلام اللي قلته، وحاولت أفهمك إن التقرير اللي مكتوب غلط والتشريح اللي عملته
نتيجته كانت عكس اللي مكتوب. ملامح وش الظابط كلها تعجب. وانا بقول له كده سألني وقال انت كلمتني امتى؟ ولما قلت له على وقت المكالمة كان مستغرب جدا. لقيته بيقول لي انا ما جانيش مكالمة منك، ولا حتى جالي رنة من تليفونك النهاردة. اللي بتقولي عليه ده انا كنت في معاينة في نفس الوقت اللي انت بتتصل بيه لمكان تاني، ومش هتصدق انا كنت فين. الست اللي ماتت دي هي وعيالها كان ليها اخ. لما روحنا نستجوبه ونسأله عن اخته وولادها لقيناه ميت ومتحلل بقاله اكتر من 20 يوم. انا حتى خلصت شغلي في المكان وبعتلك الجثة على المشرحة، وحاولت اكلمك لكن تليفونك كان مقفول. استغربت قوي من كلامه. خرجت التليفون من جيبي لقيته فعلا مقفول. استأذنته في الشاحن وحطيت التليفون عليه شوية وانا عنده. الضابط صديقي وانا احنا الاتنين كانت صدمتنا كبيرة جدا لما فتحت التليفون. اكتشفت ان تليفوني فاصل شحن من بدري. بصيت في المكالمات ما لقيتش اي مكالمة بيني وما بين الضابط صاحبي ده. حالة من الذهول والخوف والتساؤلات الكتير جدا اللي بقت جوانا اتملكتني، وسألت نفسي امال انا كلمت مين؟ فضلنا ساكتين شوية وسرحانين في اللي حصل ده. قطعت حالة الصمت والتعجب اللي كنا فيها لما قلت له التقرير اللي كان مكتوب مع جثة الأم وأولادها مكتوب غلط. توقيت الوفاة اللي كان موجود مش صح. الضابط استغرب أكتر من كلامي لما قال لي تقرير إيه؟ أنه تقرير اللي بتتكلم عنه؟ أنا لسه مخلص التقرير دلوقتي وكنت هبعت لك التقريرين مع بعض. الرد بالنسبة لي كان صدمة، كان رد مخيف ومرعب. سكت شوية وأنا مستغرب وسألته أمال مين اللي كتب التقرير اللي جه مع جثة الأم وأولادها؟ ملامح الرعب والخوف مسكتني بعد كل اللي شفته وحكيته للظابط والظابط قالهولي. ما خدناش وقت كتير في التفكير ونزلت أنا وهو واتحركنا بسرعة للمشرحة. وأنا في الطريق معاه حكيت له على اللي حصل معايا والراجل الكبير اللي أنا شفته. كان مستغرب جدا من الكلام والأسئلة جوانا كترت. هو إيه اللي بيحصل في القضية دي؟ وإيه حكاية الجثث دي والأولاد والراجل خالهم اللي ميت؟ موقف غريب جدا. وصلت أنا وهو للمشرحة. دخلنا وكأننا بنجري علشان نعرف إيه حصل، بس الصدمات لسه مكملة في الحكاية. دخلت ندهت للمساعد بتاعي اللي كان موجود وقتها، وجهزت نفسي والظابط كمان، ودخلنا علشان نبدأ نفحص جثة الخال. الموضوع كان بدأ يرهبني وبدأ يزود خوف اللي جوايا. جثة بقالها أكتر من 20 يوم متحللة، والصدفة الأكبر لما شلت الغطا من عليها عن الجثة دي بالتحديد. أول كلمة طلعت مني لما شفت ملامح الراجل ده إزاي؟ الظابط شاف ملامح التعجب على وشي وسألني مالك؟ أنت مستغرب ليه منه؟ رديت عليه وقلت له ده نفس الراجل اللي حكيت لك عليه، اللي شفته وأنا ماشي. أنا فضلت ساكت ومش عارف أتكلم. عدت علينا لحظات من الصمت ومعرفتش أفتح بقي ولا حتى عارف إيه اللي بيحصل حواليا. وبعدها بدأت أفحص الجثة دي. نفس العلامات اللي على الجثث هي لقيتها عليه أو على اللي فاضل من الجسم بتاعه بعد ما بدأ يتحلل. المشهد كان مرعب جدا. واضح إن الموت ما كانش بسبب الخنق، ده كان بسبب مادة سامة لقيتها في تحليل المعدة والأمعاء. بس السؤال اللي محيرني إزاي ميت من أكتر من 20 يوم وكان لسه واقف قدامي؟ ما هو مستحيل يعني يبقى عفريت يعني طلع له. لما خلصت وكتبت التقرير وسألت الضابط هو إيه اللي بيحصل ده، واضح إن في حاجة غلط في الموضوع. في حد مش عايز التحقيق يمشي وعايز الموضوع يمشي غلط، وإننا نكون مش عارفين الحقيقة.
الظابط علامات الحيرة باينة عليه. في جزء منه مش مقتنع بكلامي وحاسس إن في جزء مفقود، وجزء تاني عايز يفكر بالمنطق، بس الموضوع مش ماشي بأي شكل منطقي. الظابط خرج من حالة التعجب اللي هو فيها لما قال لي أنا راجع تاني على بيت الأم والأولاد. قلت له أنا جاي معاك، أنا عايز أعرف إيه اللي بيحصل. طول الطريق حالة من الصمت، ساكتين وما بنتكلمش. وصلنا هناك وطلب مني ألبس جوانتي وأبدأ ندور تاني في المكان، أكيد في حاجة هتوصلنا، حاجة ما كانتش باينة. لما سألنا الجيران عن العيلة عرفنا إن ليهم أخ غير الخال اللي مات، وإنه مسافر من مدة كبيرة، بس هما من زمان وهم عيلة كتومة محدش يعرف عنهم حاجة. اللي لعبني أكتر إن الضابط قال لي على مفاجأة صدمتني، إن كاميرات المراقبة رصدت الخال الميت ده في أوقات قريبة، وهو مع إن الست اللي ماتت وكان عايش وجه المكان أكتر من مرة. قلت له إزاي وهو ميت بقاله أكتر من 20 يوم؟ الجملة دي حولت كل تفكيرنا وزودت الشك اللي جوانا أكتر. لما سألنا الجيران عرفنا الدولة اللي كان مسافر فيها الخال ده. طبعا الضابط ما استناش وبعت للجهات المسؤولة علشان يعرف أكتر عن الأخ اللي مسافر. استنينا يومين وتفكيرنا كله مشغول بالقضية دي. جالي مكالمة من الضابط وهو بيقول لي لو فاضي يا ريت تيجي ضروري. صوته كان عادي وهو بيكلمني. ما انتظرتش كتير ورحت له. دخلت المكتب وانا ملهوف ومستني اعرف اي جديد عن القضية اللي شغلت بالي جدا. الضابط بكل هدوء قال لي عرفت ان الاخ الغايب ده مسافر بقاله مدة في دولة من دول الخليج، ورجع مصر قعد فترة، وبعد كده سافر تاني لدولة في افريقيا، ورجع بقاله شهرين في مصر. السؤال جه في بالي وسألته طب هو فين؟ الضابط ابتسم وقال لي طبعا، امال انا جايبك ليه؟ انا محضر الحملة وهنروح دلوقتي. هو في بيت في منطقة على اطراف المدينة. اتحركت انا والضابط وجوايا اسئلة كتير وعايز اعرف الاجابة. اول ما وصلت انا والضابط طلب مني استنى، ودخل هو وقوة اللي معاه علشان يقدروا ان هم يجيبوا الراجل ده. الصدمة الكبيرة لما شفته وهو خارج معاهم. ازاي؟ ده هو الخال الميت، مش ممكن. الصدمة كانت كبيرة عليا، انا مش فاهم ايه الحكاية. نفس الشكل ونفس العلامات اللي على وشه. الضابط بدأ التحقيق وانا كنت حاضر معاه. الردود بتاعته كانت مخيفة. الخال توأم للي مات، الخال التاني اللي ميت المفروض كان ليه ميراث، ولما جه ياخده ويطالب بيه اكتشف ان اخواته اخدوه منه، وحاول معاهم كتير لكن كانوا بدأوا يتعلموا السحر فعلا، واستخدموا السحر الاسود عليه اللي اتعلموه في غيابه، وحاولوا يقتلوه لكنه هرب وراح على دولة في افريقيا كان يعرف فيها واحد كان مسافر معاه في الخليج. اتعلم فيها هو كمان السحر الاسود وبقى متمرس فيه جدا، ولما رجع قدر يتخلص منهم كلهم. كانت نهاية مرعبة وإجابات مرعبة لكل الأسئلة اللي احنا كنا بنسألها. طبعا الخال ده اتنفذ عليه الحكم المطلوب، وللأسف ولا أخد ورث ولا هيكمل في العيشة اللي هو عايشها.
نتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم، ولو انت أول مرة تسمعنا ما تحرمناش من اللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو لو عجبك. ولو انت متابعنا من بدري شكرا جدا لحسن استماعك، وما تنساش برضو اللايك اللي هيوصلنا لأكبر عدد من المرعبين. شكرا جدا ليكوا وشكرا لحسن استماعكم.